بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. واللي أول مرة تدخل القناة نقول له مرحبا بك في قناتك. إن شاء الله يعجبك المحتوى، تستفاد وتفيد إن شاء الله. نشكر ثاني كذلك نشكر كل متتابعين تاعي، نشكركم جزيل الشكر، نقول لكم يعطيكم الصحة على التعاليق تاعكم الزينين كما نتوما الزينين. نبدا ان شاء الله في الوصفه كما شفتوا في الفيديو. في الصوره درت لي غاتو ساك هذوما يليقوا للضياف، يليقوا لوليداتكم، يليقوا للقهوه. يعني هادو لي غاتو ساك هذوما ما يخطيوناش نورمالمون في الكوزينه، سورتو اللي عندهم الاطفال. كما شفتوني درت 2 حبات بيض، درت كاس ماشي معمر تاع السكر، درت لافاني، ودرت الزيت، ودرت تحت النص فوق النص شويه الحليب. نخلط هذوك مع بعضهم، ودرت قرصه تاع الملح، وهنايا عندي لو زاس دو سيترون هذاك واسمو اللي هو مبشور الليمون. ومن بعد ما تخلط هذاك الخليط كامل نديرو فيه هكذا في ريسيبيون هكذا يكون شويه عريض باش نقدر نخلط هكذا، باش نقسم ثاني العجينه. العجينه واش راني راح ندير لها؟ نص راني راح ندير لها بالكاكاو تجي يعني لون قهوي، والنص الاخر راني راح نديرو شويه صبيغه بيضه باش هكذا كي نشرطو بالفرشيطه هكذايا يعطيك هذاك اللون، يعطيك هذاك كما يقولوا هذاك اللون الباهي للتشريط الابيض مع الاسود، يعطيك يعني نظره شابه. المهم هنا نخلطوا مليح هذاك الخليط تاعنا. نضيف له كيس ونص تاع خميره كيميائيه بساني راهو يدور، الله يسترنا ويحفظنا. نخلط هذاك الخليط بعد ما يكون طريشه في العجينه تكون طريه باش هكا نقدر نقسمها. قلت لكم نص نلونو بالكاكاو ونص نديروه بالابيض، نديرو كولورون ابيض، ما نخليش العجينه هكذاك نديرها دوك تشوفوا كيفاش تولي بيضه هكذا، باش كي تشرطيها مع هذاك اللون القهوي تعطيك لون مختلف. حلويات يعني سهله واقتصاديه، يعني نقدروا نديروها في لوليداتنا في هكذايا كيما يقراوشي ولا كي يدخلوا للمسيد، ولا ديريها في القهوه. على بالك الدراري يحبوا يشربوا قهوه بحاجه، ماشي كل يوم تشيلهم هذاك البيمو ولا تشيلهم من برا، ولا ديري حاجه تاع البيت هكذايا تقيس يومين نقيس 3 ايام، ومن بعد نهار 3 ايام ثاني هاد الكاطو ساك هذو نورمالمون ما ينقطعوش في المنزل. كل يوم دير لهم حاجه تاع الساك هذوما الانسان وليداتو يحط لهم قهوه مع الصباح بحاجه، ماشي هكذاك الميدان ناشفه. خطره خبز الزبده، خطره نديروا لهم معجون، راهو وقت المشماش، وقت التفاح، وقت يعني راه كاين الفاكهه راهي على راسها وراهي يعني في متناول الجميع. لكن ما شتوني درت شويه كولورون ابيض باش نلون هذيك العجينه راهي طريه، ومن بعد نزيد لها شويه فرينه باش هكذا تجي العجينه يعني نقدر نحلها. نزيد الفرينه غير بالعقل، ماشي نرمي على خطره، غير تدريجيا، والعجينه حسب الرغبه. وين نشوفها حبست العجينه ولا طريه يعني نحبس عيني، هي ميزاني. بلا ما نعطيكم الكيل بلا والو، بلا ما نعطيكم الكاس، بلا ما نعطيكم الكيسان شحال يرفدوا، ولا خاطر كل فرينه كيفاش خطرات تجي 3 كيسان يجيك سوا خطرات يجيوك 3 كيسان وشويه، كل خطره كيفاش الفرينه تكون. دوك نلمها كامل بيدي، ومن بعد نروح للعجينه اللي درتها بالكاكاو. نضم هذيك العجينه كامل. حبيباتي ما تنسونيش في دعاكم، ما تنسوش الجيم والكومونتير زيني كيما نتوما زينين، يعني الكومونتير تاعكم راهم ما شاء الله راهم يفرحوا ويطلعوا المورال، ويعطيكم الصحه ويعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله، وربي يفرحكم ووليداتكم. اللي عندها وليدات راهم يقراو ربي يفرحها، واللي ربي اللي ما عندهاش دراري ربي يرزقها ان شاء الله بالذريه الصالحه ان شاء الله، واللي زوجها ما يخدمش ربي ان شاء الله يرزقه بعمل ان شاء الله مفرح مربح، وكما يقولوا رزق الحلال ان شاء الله. واللي عندها ثاني كما يقولوا اللي عندها مريض ربي يشفيه لها، واللي عندنا امواتنا ربي يرحمهم ويرحم اموات المؤمنين المسلمين.
هذه هي كل حاجه اللي انسان في قلبه ربي يعطيها له ان شاء الله. ما تبخلوناش بالجام يا اخي، الجام باطل ماشي بدراهم، ماشي. شوفي ما راح تجبدوا من مكتوبكم، ما راح تخسروا ما والو، يعني او كونترير زيدي في ميزان الحسنات. تعرفي هذاك الانسان راهو محتاج هذاك الجام وهذوك الكومونتير يعني الزينين. ما الانسان ما يخسرش يقولوا كومونتير، بالك الانسان يعجز يكتبهم ولا، بصح الجام ديري غير صبعك برك وخلاص، باطل. ما تحطي دراهم، ما تخسري من مكتوبك ما والو. مانيش عارفه الناس علاش تبخل بالجام. انا والله القنوات واحد اخرين ندخل نتفرج معاهم، ما نتفرجش فيهم هكذايا، ما نعرفهمش كاع، ماشي دايره علاقه كاع معاهم، ما نعرفهمش، بصح كي يعجبني الفيديو نغزر فيه كون نصيب، ماشي غير نشكرهم نسلم عليهم، ولكن ندير لهم هذاك الجام. خطرة الدراري هكذا يغيظوني هكذا في الهجره هكذايا، يكونوا يديروا في الفيديو ولا ما نعرفهمش هكذايا. ندعي لهم دعوه الخير، ندعي لهم ربي يبعد عليهم البلاء والمصايب، ندعي لهم ربي ان شاء الله يوفقهم في اعمالهم، وربي ان شاء الله يرزقهم بالرزق الحلال، وندير لهم هذاك الجام. ماني خاسره والو والله، غير يغيظوني وندير لهم جام. علاه راني راح نخسر من مكتوبي؟ ماني راح نخسر والو، كونترير حبوا جام، وهذاك الجام اللي يطلع القناه ويزيد في القناه، يزيد كما يقولوا يطلع لها المستوى تاعها. ما راني خاسره والو، او كونترير ما نصدقوش بدراهمنا وما نصدقوش بكلمه طيبه. مانيش عارفه واش نديروه مالا في حياتنا، والله ما رانا عارفين واش نديروا في حياتنا. لا هذه باطل، ماشي البخل ماهوش مليح كامل، البخل ماهوش مليح والله، ما راه مليح البخل. انا قلت لكم والله العظيم، يا قنوات ما نعرفهم من بصح كي يعجبوني هكذا ما نديرش علاقه معهم، يعني ما نمشيش معهم ولا، بصح كي نشوف ندير لهم الجام. نعرفهم ما نعرفهمش كامل والله، غير ندير لهم هذاك الجام. وخطرات نكتب لهم يعطيكم الصحه، وليستها مغبونه هكذايا وتشتكي في القناه تاعها، نصبرها ما فيها والو. كلمه طيبه تدي كما يقولوا تدي فيها حسنه. انسان ملي نوض الصباح يعمر قفتو بالحسنات، ما راه خاسر والو. انسان ما راه يصدق بدراهم، ما راه يواسي وزيدها راهي قدامه، يعني الخير قادر يديرو قدامه، قادر مش عارفه مريض شتيه في القناه ولا ادعي له صبري ماليه. واحد مات عائلته في القنوات وراه يهضر ولا، نصبروهم على المصيبه تاعهم. ما فيها والو والله، ما فيها والو. ما رانا حين نخسروا والو. حنايا ما نحبوش خاوتنا بعضنا بعض كي ننجحوا، ما نحبوا دائما واحد اخر، دائما واحد نحبوا نشوفوا لي تحتنا، وهذا ماشي مليح. مرض القلب يقولوا له، مرض القلب. انسان لازم ينحي هذه الطبيعه هذه، وربي يهدينا ان شاء الله ويهدي الجميع ان شاء الله. كما شفتوني حليت العجينه الاولى البيضه، ومن بعد ندير فيها نخالف، واحده نديرها بالكاكاو، وواحده نديرها بيضه، واحده نديرها بالكاكاو، واحده نديرها بيضه، حتى نكمل العجينه تاعي. والعجينه تاعي درتها رقيقه، وراني نحط هكذا بجهه، مانيش نحط في السنيوه، راني نحط هذه فوق هذه حتى نكملهم كامل. ومن بعد نديرهم في السنيوه. دوك تشوفوني نديرهم في السنيوه، ولكن والله غير سمحوا لي الفيديو تحدم. كيف كنت نقي في الفيديوهات تاعي، على بالك كي تعمر الفيديو ما يحبش يمشي، دائما يتبلوكا. كنت نقي فيها دوك اللي درتهم، اللي جوزتهم، اللي درتهم طلعتهم في الفيديو. وعلاش ما نروحش ندير واسمو الفيديو تاع اللي شرطت فيه الكاطو، محيتو سبريميتو، درتو في سله المهملات. هيا كي جيت حوست عليه كامل ما صدتوش. وشحال من خطره ندير لي فيديو ومن بعد نسوبريمي ونرميهم، ومن بعد كي نجي ندير مخصوص الفيديو. حتى خطرات ولا غير نبدا ندير بدايه واحده اخرى جديده ونلصقها مع هذاك الفيديو باش نكمل الفيديو تاعي. شحال من خطرات تصرالي، على بالكم نتوما صحاب القنوات راكم عارفينها. هذه ما كاش لي ما صراتلوش، هذا العفسه هذه ما كاش لي ما صراتلوش. يجي سوبريمي الحاجه اللي يسحقها وبعد كي يحوس عليها ما يصيبهاش. المهم كما راكم تشوفوا ان شاء الله المبتدئات يكونوا تعلموا هذا الوصفه هذه، سورتو للمبتدئات، ما نقولش للمتعلمات. انا بالي بلي شاطرات، ربي يحفظكم ان شاء الله. مي نهضروا على المبتدئات اللي حبست من القرايه، واللي راهي دوكا عطله، واللي مش عارفه راهي في على وشك الزواج، واللي راهي مخطوبه، واللي تحب طيب في دارهم، تحب تعلم في دارهم. تتبع غير الفيديو وتتبع المقادير ولا تنجح. وراهم قنوات منهم وعليهم، ماشي غير قناه تاعي، راهي قنوات راهم الوفات. هكذا نكمل معكم كامل هذا الكرات هادو تاع العجينه، ونوري لكم كيفاش طابت.
وهنا شوفوا كملت هذيك العجينه، درت هذه فوق هذه وراني راح نديرها بسنيوه. خليت العجينه البيضاء بالفوقه باش هكذا كي نشرط بالفرشيطه دايره كيما تشوفوا كيما الكروكي نهار اللي نشرطوه نديروا له البيض ونشرطوه. شوفوا انا درت حبه بياض البيض، خلطته مع الكاكاو وخلطته مليح مليح مليح، خبطته بالفرشيطه ومن بعد دهنت السنيوه تاعي بهذاك الخليط تاع بياض البيض مع الكاكاو. عطاتني نتيجه هايله، ولكن والله سمحوا لي قلت لكم الفيديو تمسح يعني كيما تسوبريميتو. ندهن كامل هذيك السنيوه تاعي بهذاك الخليط تاع بياض البيض. نزيد نفهمكم باللي بياض البيض، حبه بياض البيض لميتها بالكاكاو، خلطتها مليح مليح وباش نديرها في الكوشه طيب، وميم طون ثاني باش نشرطها للتزيين. يجيك المنظر شباب. ندهن كامل العجينه تاعي، شوفوا نجبس كامل عليها. هاي ليك شوفوا، قلت لكم الفيديو تخطف. سوبريميتو هنا كملتها كامل وشرطتها، ولكن الله غالب قلت لكم كما يقولوا نقيت ورميتها في سله المهملات. هنا ندخلها للكوشه بعد ما طيب. الكوشه راهي تسخن 180 درجه، وهنا نطلعها كامل الاسفل. كي نشوفها شويه دخلها الحموريه في الجناب نحيها، ما نخليوهاش خضراء وما نخليوهاش ثاني محروقه. وهنا كيما راكم تشوفوا طابت ونشفت. وهنا درت كاس سكر وكاس ونص تاع الماء، درتو مع برج قارص غلاو الشربات يعني، وراني سقيتها وخليتها حتى تبرد تشرب كامل ديك الشربات. شوفوا السنيوه تعمرت، خليتها شربت كاع هذيك الشربات كامل وبردت تانيت. ودوكا راني نقسمها قدامكم، وتجي هذيك لاباط تجي هايله، تجي روعه، تجي ما شاء الله كانك طيبتي كروكي وسقيتيه بالشربات. واش نقول لكم، وصفه هايله ووصفه روعه، وجات يعني في المذاق تاعها سورتو هذاك السر وهذيك الشربات اللي شمخت هذاك لاباط هذيك. والله تحسبي تقولي راكي تاكلي في الباتيسري، راكي تاكلي في حبه ملفاي ولا راكي تاكلي في الاخر. يعني ما عليكم غير تجربوا هذا الوصفه هذه اللي درتها انا. درتها وعولوا شوفوا العائله على بالهم كاطو تاع جيتو. نقسمها يعني تحبوا كاروات، تحبوا مستطيلات، لكم الاختيار حبيباتي. ونديروهم في لي كيسات ونديرهم في الصح تاع التقديم ونقدموهم في القهوه. الله هكذا وتصيبيهم. وكيكون هكذا بزياده ديريها في لي بواط. الزنباطه تكون في محكمه، وكي تسحقي في القهوه ولا تجبدي قسمه تشربي هكذا حتى تكملي. ويكون عندك كاطو يعني واجد. وهنا كما راكم تشوفوا درتها في صح تاع التقديم وجدت. وهي الوصفه تاعنا، ان شاء الله تعجبكم الوصفه وما عليكم غير تجربوها. سورتو كي درتها بالشربات. واش نقول لكم يا حبيباتي، والله غير جا ذوق مذاق رائع. وهنا حبيباتي وصلنا للنهايه. شوفوا كيفاش راهي طريه، قلت لكم كانك راكي تاكلي في الباتيسري ما كيش تاكلي في الكاطو ساك. وهنا حبيباتي وصلنا للنهايه. ما تنسونيش في دعاءكم، نزيد نعاود لكم لا دوزيام فوا، ما تنسونيش في دعاءكم، ما تنسونيش هذاك الجيم والبارطاج. ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام.